بالتالي النصر الذي كان قد طلب تأجيل مباراته أمام الأهلي حتى يتم النظر في الأمر ويصبح التتويج بشكل نهائي رفض، ثم بعد ذلك طلب التتويج لكنه رفض لأن الأمر أيضا لازال منظور، في اعتبار أن التتويج لا يتم إلا بعد حسم كل الأمور. تبدو معادلة صعبة فعلا. والله شوف استرجع يعني غريب جدا انه يبقى احتجاج 40 يوما دون الحسم، هذا غريب بصراحه، يستحق السؤال. بس اوضح هذا الامر فيصل عبد الهادي، وانا احيي الليله البارحه كان يتحدث عن انه فعلا في خطا، والخطا حدث من موظف او سكرتير اللجنه وسيتم التحقيق في هذا الامر. اليوم بس في ظرف ساعات انتهى الامر. طيب كيف خطا يعني كيف حدث الخطا؟ نسي يبدو. احتجاج يبدو ما أين أيضا النادي المحتج من هذا الوضع 40 يوم دون أن يسأل ولا دون أن يتابع يعني هل يعقل أن الإعلام لا يعرف أيضا وبالتالي سكت؟ هل يعقل أن احتجاج هذا مثل أعتقد احتجاج لنادي مثل الأهلي يعني الأندية الكبيرة هذه أكيد بياخذ وضعها في أي لعبة كانت. أنا طبعا اليوم كتبت صححنا من اتحاد القدم على قضية الرشوة وعلى قضية هذه اللعبة، هذا احتجاج مخجل جدا انه يجلس 40 يوم دون ان يبت فيه، مخجل اكثر انه لا يكون متابعه من الجهه المعنيه ولا متابعه من النادي الاهلي حتى. كيف اجلس الى على فكره في السنه اللي قبل الماضيه جلس شهرين احتجاج وانتهى الدوري دون يبت فيه في بعض في قضيه اخرى. الى متى؟ وهذه يعني هذه انظمه الف باء. يعني لا يمكن انه يجلس احتجاج اكثر من اسبوع، بل المفروض 48 ساعه. انا عندي يا اخي اوراق موجوده، البيانات الحاسب الالي موجوده، الحاسب الالي مربوط بكل الجهات المعنيه بالدوله. هل يوقع؟ اعترف انه في تاخير وفي قصور وفي مهما كان احنا نتكلم عن حاسب الي. هذه المساله اعترف فيها وقال انه حاسب الي، قال انه في تحقيق يجرى في هذا الامر. طيب لو لنفرض انه نادي النصر لم يطلب التتويج وجينا في نهايه الموسم والنصر يبغى يتوج، وباقي ايضا انه ممكن النصر لو ضمن احتجاج الاهلي او لو احتجاج الاهلي قبل ستصبح هناك مباراه فاصله وما الى ذلك. هل يعني انه بعد النصر ما يحتفل امام الناس انه فاز بالدوري من خلال ارض الميدان اجي اقول لا وقف انت، انا مخطئ يا اتحاد القدم؟ المفروض انا مع احترامي هذا لا، يعني هذا الخطا لا يغتفر. مع احترامي الشديد لاتحاد القدم، مع احترامي الشديد للجهه المعنيه، مع احترامي الشديد لاتحاد القدم. الان لما يجي مثلا جمهور النصر او مسؤول النصر يشككون في لجان الاتحاد تلومهم؟ تقول انت كيف تعطل هالمشروع وانا ابغى احتفل؟ يعني ترى على فكره في بعض الاشياء تجيز للناس انها تتهم وتؤلف.